السلام عليكم، يا مساء الفل والورد والياسمين على عيونكم. مساءكم معطر بذكر الرحمن ان شاء الله. النهارده هنقدم وصفه سهله وبسيطه. صلى على الحبيب واذكري الله سبحانه وتعالى، ويلا بينا نقول مقاديرنا السهله البسيطه، حاجه كده للمدارس خفيفه. المقادير بالظبط وهتبقى معاكي حاجه روعه جدا. تمام. معانا هنا ظرف خميرة وكوباية لبن ومعلقتين سكر. مش متأكدة من الخميرة بتاعتك، حطيها زي ما انت شايفة كده وسيبيها شوية. لو اتفعلت خير وبركة كملي، ما اتفعلتش غيري الخميرة وما تجيبهاش تاني. هنحط معاهم، انا هنا الحمد لله متأكدة من بتاعتي بفضل الله، نص كوباية، لا سمنة لا زيت على سمنة او زبدة ما يجراش، او زيت بس، اي حاجة في التلاتة، كله متاح، كل اللي موجود متاح. حلو الكلام يا ست الكل. وهنبتدي هنا نزود السكر. احنا المفترض عندنا نحط ربع كوباية من السكر. انا حطيت هنا بتاع 3 معالق كمان. وكمان يعني لاحظي ان هي مش هتطلع مسكرة، ما تخافيش خالص، لو عايزاه مسكرة زودي سكر. ومعايا نص كيلو من الدقيق. بس كده، كل دي المقادير، مفيش طبعا اسهل من كده. 3 مقادير دقيق وزيت وايه تاني وخميرة، وطبعا المية متاحة عندنا والسكر متاح عندنا. كده مفيش اي حاجة، 3 مكونات ولا اي حاجة. هنبتدي نعجنها. على فكرة العجينة لينة جدا وروعة روعة روعة. هبتدي اعجن فيها شوية علشان تطلع هشة وحلوة. ابتديت اعجن كده واحدة واحدة، وانتي برضو براحتك اعجني. اعجني كده واحدة واحدة على مهلك. ولو عندك عجان كفيل بان هو يقوم بالعملية دي. خلاص تمام كده، انا عجنتها بسم الله ما شاء الله جميلة. هحطها في طبق اكبر من اللي كان عندي دوت، وهبتدي اسيبها تخمر وتاخد حقها في الخمران. حضرتك طبعا تبع الجو اللي عندك، تبع الجو المناسب. اهم حاجة حجمها يتضاعف. العجينة خرافية بجد، جميلة جدا، ولا بتلزق ولا اي حاجة، وسهلة معاكي في الشغل بطريقة مش معقولة. اي واحدة ملهاش حتى في المخبوزات هتعملها. يلا بينا نوديها بقى تتخمر. يلا بينا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اتخمرت اهي. بصي مفيش طبعا كلام تاني يتقال. بجد العجينة خرافية، انت لو جربتيها بصي مش بتلزق في ايدك اصلا. جميلة قوي، سهلة التشكيل، هتشكلها زي ما انت عايزة. هي دي طريقة القرص من الالف للياء. عايزة تقللي كمية الدهون اللي فيها قللي، بس مش هتلاقيها بنفس الطعامة او التست اللي انت بتدوقيه من الفلاحين. دي القرص الفلاحي الهشة الطرية. طبعا احنا بنكور الكرة كده ونبتدي نفرد على ايدنا او على اي حاجة عندك، وابتدي احطها في الصاج او في الصينية بتاعتي. ما خليهاش رقيقة، لازم تبقى تخينة شوية بحوالي 2 سنتي كده، علشان تاخد خمران ويبقى فيها حشو كويس جوه، يعني ما تنشفش في الفرن. احنا ماشيين مع بعض واحدة واحدة اهو. هشكلها كلها وارصص واخلص الصاج بتاعي. طبعا الفرن يكون سخن على اعلى درجة. اعلى درجة عندك في الفرن حطيه، وتكوني مسخناه قبلها، وتحطي دي فوق البوتاجاز، وتحطي عليها فوطة او كيس لغاية اما تخمر وتاخد حقها في الخمران. تمام. بتهيألي لغاية هنا الوضع سهل، الشكل سهل، مفيش حاجة صعبة خالص خالص خالص. مكونات بسيطة وسهلة، ومفيش اي حاجة مفيهاش اي تعقيدات. المشكلة الكبيرة ان انت لازم تعجني كويس بس. اهو ما شاء الله خلصته. هغطيه ولغاية ما يضاعف حجمه برضه هوريهولك. واحنا بنخمره كده متنسينيش في لايك وتقولي لكل اصحابك عشان القناة تكبر واكبر. ده كمان شكل ممكن تعمليه. طبعا خدي بالك من ايدك، انا السكينة اللي معايا ديت مش حامية، بشتغل بيها المخبوزات او المعجنات لو عايزة اقطع حاجة. بجيبه كده وبقسمه نصين. كان الصاج التاني ما شاء الله خمر اهوت والحجم اتضاعف، وما شاء الله الفرن سخن جدا جدا. وهبتدي ادخل في الصينيه، ولا هدهن وشه ولا هعمل اي حاجه. هو هيطلع زي ما انت شايفاه كده. بسم الله ما شاء الله، طلع جميل جدا. بس ما بتلمسهوش، عايزه تغطيه غطيه، عايزه تقلبيه في علبة عندك اقلبيه، تحطيه في اي حاجة. بس هنا كان الاوردر مطلوب مني، عبيته على طول عشان يفضل سخن ويروح لصاحبه بألف هنا وشفا سخن. تمام.
الف هنا وشفا على قلب اللي هياكله. ما شاء الله القرص طالعه روعه روعه، بس سخنه جدا. انا قصدت ان انا اعبيها سخنه علشان تبقى الحاجه رايحه للزبون طازه. طبعا لاولادك طلعها لهم طازه، تحطيها كده في الفريزر بعلبتها وتطلعيها وقت اللي هو هياخدوه فيها للصبح، او تبيتها من بالليل. تمام، تنزلها من بالليل من الفريزر او تعبيها في اكياس. بصي ما شاء الله عليها بجد جميله جميله جميله. على ما اظن مفيش احلى من كده. مش هستاهل لايك بقى وتعليق، تسلم ايدك. تمام، عبيتهم اهمت. بألف انا وشفا على اصحابهم طبعا. وممكن تعنيهم كده في الفريزر عادي، ممكن تعبيهم في اكياس تلاجة وتمام قوي. وكل سنه وانتم طيبين، بألف هنا وشفا على قلب اللي هيعملهم وعلى قلب اللي هياكلهم. واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي يا احلى مشاهدين في الدنيا. باي باي.